بلو اوشن استراتيجي. انا سميت الايجنسي بتاعتي بلو عشان الاستراتيجي دي. طب ما تخليني احكي لك عليها شويه. بلو اوشن استراتيجي في الماركتنج معناها ان انت بتشوف ايه الحاجه اللي مش عليها خناق وضرب كتير قوي وبتروح تشتغل فيها، فبيبقى عندك ميزه تنافسيه وبتتخانق على سكيل صغير، ناس قليله قوي اللي بتستخدم الحاجه دي. فعشان كده انا سميت الايجنسي كده، عشان انا دلوقتي بهتم اكتر حاجه بيرفورمانس ميديا باينج، مش ميديا باينج عادي. يعني من الاخر احنا كتيم بنحاول نحلل لك كل رقم وكل حاجه حصلت على الاكونت بتاعك عشان نقول لك لو غيرت كذا هيفرق معاك في الريزلتس كذا، وبنتابع معاك ديلي الارقام، انت جالك كام اوردر، جالك كام بيس، صرفنا كذا، وجالنا سعر المسج كذا، وانت اوريدي كده كسبان ولا خسران، الرؤس بتاعك ايه، البريك ايفن بوينت بتاعتك ايه. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل اناليسيس كامله عشان نعرف بالظبط ايه الحاجه اللي جايبه معانا ريزلتس كويسه وايه الحاجه اللي مش جايبه معانا، ايه الكابشن اللي جايب وايه اللي مش جايب، التصوير اللي جايب والتصوير اللي مش جايب. بقينا بنتدخل في برودكشن كل حاجه بحيث انها تزود البرفورمانس. عشان كده بنزهق الكلاينتس شويه ونسالهم كل يوم جالكم كام اوردر، الدنيا فيها ايه، مش عشان احنا فضوليين والله، بس عشان انا بعرف منك الريبورت اللي يخليني اغير في الاعلانات. زي ما اتفقنا قبل كده، لو رجعتوا في الاكونت هتلاقوا ان سعر المسج مش مهم اطلاقا غير لو اعرف بالظبط انت دخلك قد ايه، الرو از ريتيرن اون ادز سبيندنج، صرفت كام، جالك قد ايه. عشان كده انا بعتبر الاستراتيجي من اقوى الاستراتيجيز اللي انت لو حاولت تركز فيها هيفرق معاك جدا وهيفرق معاك في المبيعات. واستنوني في التبس الجايه.